والعفو غلط ما يعرف. انا متعجب على رئيس وزراء يطلع بالتلفزيون يوميا. هذا ما هو منو راح يطلع بقانون العفو؟ دقيقه ما يطلعون دول ثلاثتهم تذكرهم كذب ما يعرف. مستشارين ما يفهموا. انت رئيس وزراء ما ادري ايش جاء كبار ما ادري قام يخرف مثل الجعفري هذا ما اعرف ايش بيه حقيقه هاي. انا اترجاك عصبيتك لا تخليك تستخدم. مو عصبيتي. لا عفوا عصبيتك لا تخليك تستخدم بعض الالفاظ يعني اسمح لي اقول غير اللائقه في هذا البرنامج المباشر. زين انا اسالك سؤال فسر لي ابدا شوي. انكماشيه الزمن المؤدلج في ظل انعطافه منفلقه للحاله المتجشة استلقائيا. راح اعطيك موقف شخص مو اعلامي. سيد الجعفري رجل محترم، رجل فقيه، وهذا رايك شخص مو اعلامي، وما اسمح ان يهاجم السيد الجعفري من منبري. رجع تفضل. لا خلك اذا عندك موقف شخصي. لا لفت لحظه. لا ما عندي شو مشكلتك بس يا جماعه لندن؟ مسؤوليتي انا في اختيار الكلمات وانتقائها، انا اللي اتحمل مسؤوليتها، وكنت في حدود الادب والاحترام، وما لي علاقه اعزائي المشاهدين باللي قاله احمد ملا طلال جاي يبيع مواقف الراسي. هاي كاميرتك. وانا ما لي علاقه به. لا والله ان انا يسوي لي انا احترم شنو انا ما احترم. لا انا ما احترم. مو استخدم لا هاي وحده. النقطه الثانيه شنو الالفاظ اللي صدرت منك بحق شخصيات، بحق رئيس وزراء، بحق وزير خارجيه. ايش قلت بحق رئيس الوزراء؟ ايش قلت؟ شنو ايش قلت؟ سويتهم مخرفين اثنينهم. اثنيناتهم نعم